هلو، تعالوا بقى اقول لكم على 5 صفات لو لقيتيها في الراجل اللي معاكي اهربي اهربي بجد. يعني لو لقيتيها في نفسك انت شخصيا اهربي. ليه؟ عشان ببساطة لو انت لقيتي فيه صفة من الصفات دي اعرفي انه مريض نفسي ودماغه تعبانة. اول حاجة انك تلاقيه شخص مش مسؤول ومش بتاع شغل وعايش عيلة على غيره واهله اللي بيصرفوا عليه. ده يا جماعة من غير نقاش اهربي بجد على طول. تاني حاجة بقى إن هو يكون عصبي لدرجة الشتيمة والإهانة والضرب. ليه؟ لأن مفيش مبرر لأي حاجة من التلاتة دول. تالت حاجة بقى إن هو يكون بخيل ماديا، يعني إن هو ما بيصرفش على نفسه ولا الناس المسؤولين منه، وبالأخص في الأساسيات. يعني فكنا بقى من الرفاهية، إحنا بنتكلم في الأساسيات. رابع حاجة بقى إن هو يبقى متعدد العلاقات. يا لهوي، يعني يبقى كل يوم مع واحدة شكل ومفيش واحدة مالية عينه. خامس حاجة بقى إنه يكون عديم الشخصية، وإن شخصيته مش مستقلة، وإن صحابه اللي بيجروه كده وراهم زي الحمار. فدي أنيل شخصية انتوا ممكن تقابلوها في حياتكم. فجماعة لو الراجل فيه صفة واحدة من ال5 دول اهربي، اشتري نفسك بجد. بس استنوني بقى في مسج جديدة أو رسالة جديدة ليكوا. وكانت معاكم رضوى حسين، واستنوني في أي حاجة. باي باي يا حبيبي.